السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. يوم 13 أغسطس 13/8. اليوم ده خطير، يعتبر أخطر يوم في السنة لفئة معينة. إيه خطورة اليوم ده وإيه اللي بيحصل فيه؟ ده اللي هقول لكم في الفيديو ان شاء الله. لكن قبل ما نعرفه بتمنى منكم الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم 13/8 من كل سنة بيحصل فيه حاجة مرعبة، حاجة غريبة، حاجة بتأثر على ناس كتير في البشر، بتأذيهم وممكن تدمر حياتهم وتأثر على صحتهم وعلاقاتهم وأعمالهم وكل حاجة في حياتهم. طيب القصة بدأت ازاي واتعرفت ازاي؟ من واحدة من متابعين القناة بتحكي لي، بتقولي أنا متجوزة بقالي 5 سنين، وكل سنة في شهر 8 كانت بتحصل مشكلة كبيرة بيني وبين جوزي. كل سنة بتقول جوزي بيحبني وأنا بحبه والحمد لله عايشين كويس تمام مفيش أي حاجة. بتقول لكن تاني سنة جواز في شهر 8 اتخانقنا أنا وهو خناقة كبيرة. بتقول بدون سبب، من الهوا كده، كنا قاعدين وتمام وبنهزر وبنضحك وبعد كده فجأة خناقة مش عارفين ايه اللي حصل، قام ضربني وطلقني. بتقول بعد كده الناس اتدخلوا والأمور مشيت تمام واتصالحوا ورجعوا تاني لبعض وكل الأمور كانت تمام. بتقول عشان في شهر 8 من تاني سنة برضو يحصل مشكلة كبيرة بيني وبينه ويضربني وألم هدومي عشان أمشي، ومن كتر الزعل من اللي حصل في اليوم ده عييت وجالي مرض شديد جدا. بتقول في تالت سنة برضو في شهر 8 بدون أي سبب اتخانقنا أنا وهو خناقة كبيرة جدا وطردني من البيت وهددني برضو بالطلاق. بتقول مع ان هو لما ده بيحصل احنا يعني هو بيقول انا مش عارف عملت كده ازاي او مش عارف انا قلت كده ازاي، انا اقول ايه اللي قلته ده وايه اللي عملته مش عارف. بتقول لدرجة ان احنا في 5 سنة جواز. بتقول عشان في شهر 8 من 5 سنة جواز بقوله انت مش ملاحظ ان احنا كل سنة في شهر 8 بيبقى لنا مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة كبيرة وبتنتهي نهاية وحشة بأذى، يعني لازم تخلص بأذى. يعني أول مشكلة كانت خلصت على الطلاق، تاني مشكلة بمرض، تالت مشكلة بطرد من البيت، يعني مش بتخلص حتى كده مشكلة تافهة وبتخلص. فقال لها تصدقي ربنا ما يعمل مشاكل وما يعمل حاجة. قالت له أنا بتهيألي إن في حاجة بتتجدد في الشهر ده لينا، سحر حد عمله لنا. قال لها يا شيخة سيبيها لله وانت بتصلي وانت مؤمنة وسيبيها على الله وكده. بتقول وخلاص. وبتقول واتكلمت في الموضوع ده كمان مع بنت عمي، قلت لها والله انا خايفة من شهر 8 ده. بتقول اول ما شهر 8 جه قلت لها انا خايفة منه، احنا كل سنة في شهر 8 بيحصل ما بيننا مشكلة كبيرة. بتقول وقالت لبنت عمها كده، لكن هم ما كانوش، يعني هم طبعا السحر مذكور في القرآن وكل حاجة بس ما كانوش بيعلقوا مع المواضيع دي قوي، يعني عقلانيين اكتر، يعني بيعقلوا المواضيع بشكل مادي اكتر من السحر والحاجات دي. بتقول عشان وانا بقلب في الفيسبوك ألقى المنشور ده، منشور حد منزله بيقول احذروا من يوم 13/8 13 أغسطس ده موعد تجديد الأعمال، السحرة والمشعوذين بيجددوا الأعمال في اليوم ده. بتقول عشان بسرعة أعمل مشاركة للبوست وابعته لجوزي واقول له بص مش انا بقول لك احساسي ان في حاجه بتتجدد لنا في الشهر ده. وبتقول برضه عشان اتاكد اتصلت بواحده يعني من هما بيعالجوا بالقران وكده، قالت لي ايوه فعلا السحر اللي بيأذي حد بيبقى عايز الأذى بتاعه يكون مستمر، يعني مش عايز يأذيه في وقت معين وبعد كده الأذى ده مثلا يروح أو كده، أو عايز مثلا يعطله في حاجة وبعد كده بيسيبه حاله. لأ، ده في ناس كتير بتشترط على السحرة إن السحر ده يبقى مستمر والعمل ده يتجدد دايما. فأغلبية السحرة بيجددوا الأعمال فعلا في يوم 13/8 لأسباب معينة السحرة هم اللي يعرفوها.
وعالمهم وتابعيهم وأعوانهم هم اللي يعرفوها، والعياذ بالله ربنا يبعدنا عنهم. بتقول لكن قالت لي الحاجات اللي أنا أعملها عشان أحصن نفسي وأحصن بيتي من السحر والشر والمس والأذى. طبعا هحكي لكم حكاية سحر اتعمل لبنت، ما تتخيلوش مدى البشاعة مدى الجرم اللي في السحر ده. بتقولي أولا إزاي نحصن أنفسنا من السحرة ومن الشر. نبدأ يومنا بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح تتقال بعد صلاة الفجر، يستحب صلاة الفجر وبعد كده نقول الأذكار، أو عند الاستيقاظ من النوم على طول نقول الأذكار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذتين 3 مرات، قراءة سورة الإخلاص 3 مرات. وطبعا بقية الأذكار إن شاء الله هنزلها لكم. ده بعد صلاة الفجر. أذكار الصباح. أذكار المساء تقال بعد صلاة العصر. طبعا قراءة سورة البقرة يا جماعة نعمة، أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا يقربها البطرة. الصحراء يعني كنز موجود في كل بيوتنا. اللي بيواظب على قراءة سورة البقرة يوميا والله العظيم بيشوف العجب، بيشوف السحر في حياته، بس بقى السحر الجميل، التوفيق ربنا ورضاه ورحمته. طيب اللي بيعمل كده مثلا وبيشوف عراقيل في حياته، دي بتبقى نعمة من عند ربنا برضو، بيبقى اختبار بتيجي بعديه نتيجة هايلة جدا من النعم. يعني أنا أعرف واحدة قالت لي قرأت سورة البقرة فترة معينة لسبب كان نفسي في حاجة، وبتقولوا قرأتها وكنت مواظبة عليها يمكن لأكتر من شهر والحاجة دي ما اتحققتليش. بتقول عشان بعد كده قال ان انا نسيتها وزهدتها وربنا عوضني بحاجة احسن منها مليون مرة. بقول ياه، ده انا لو كنت فعلا خدت الحاجة دي واتحققت لي كان زماني راحت من ايدي احسن نعمة اللي هي معايا دلوقتي. فقراءة سورة البقرة يوميا نعمة. وخدوا بالكم في ناس بتعقد وفي ناس بتصعب الامور. انا عن نفسي لما جيت اقرا سورة البقرة يوميا وقلت لواحدة عليها قالت لي ده طويلة قوي، ده انت هتقريها في ساعة ونص. فكنت بكلم اخت عزيزة ليا فقالت لي ايوه سورة البقرة اقرأيها، دي ممكن تاخد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة. فعلا والله العظيم يا جماعة الكلمة دي اتقالت لي وأول مرة أقرأها بعد مكالمتي معاها. قريت سورة البقرة في 35 دقيقة وعمرها ما حصلت معايا، وأحيانا بقرأها في 30 دقيقة وأحيانا بقرأها في 25 دقيقة. ففي ناس ربنا بيبعتهم لنا يساعدونا وياخدوا بإيدينا. في ناس بتحبط ابعد عنهم، في ناس بتأذي ابعد عنهم، خلي معاك سورة البقرة. طبعا في البيوت البخور حلو، البخور حلو، الملايكة بتحب الريحة الحلوة، لكن عايزين نبعد عن أي حاجة فيها بدعة. يعني احنا نقرأ البخور عفوا ان احنا نعمل البخور اللي ريحته جميلة. والبخور يستحب ان هو يكون بالنهار مش بالليل. ونحط البخور طبعا بنحطه وبعد فترة ما بنحطه بنقفل بيتنا. في ناس قالوا ان احنا نقفل البيت بعد المغرب مستحب، يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصى حتى ان احنا يعني نقفل بيوتنا ونجيب الاطفال من بعد المغرب، من بالليل نقفل كل شبابيكنا، نقفل ابوابنا ونقعد في بيوتنا. القرآن يكون شغال، هي قالت ان القرآن يكون شغال في اليوم ده طول اليوم، ننام على القرآن ونستيقظ على القرآن في اليوم ده اللي بتجدد فيه الأسحار والأعمال، عشان لو في أي حد عايز يأذينا أو أي حد عايز يضرنا والعياذ بالله. دي قصة 13/8، قصة يوم تجديد الأسحار والأعمال والعياذ بالله. ربنا يبعد عنا المس ويبعد عنا الحسد ويبعد عنا السحر ويبعد عنا الشيطان. طبعا أنا عملت لكم فيديوهات قبل كده عن السحر وعن المس، لكن اللي كان أصعب من السحر والمس والدجل والحاجات دي كان الحسد. أيوة يا جماعة، المس أذى ناس معينين، يعني أذى ناس أذية فعلا، بس بعد كده بقراءة القرآن وبالعودة إلى الله كانت أمورهم بتستقيم وبترجع أحسن من الأول وربنا بيعوضهم. لكن الحسد والعياذ بالله، قصص الحسد اللي أنا حكيتها لكم يا ريت ترجعوا وشوفوا الفيديوهات.
أغلبية القصص دي انتهت بموت أصحابها اللي ربنا أنعم عليهم. العين والعياذ بالله أدخلتهم القبر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في ناس كتير من أمتي بيدخلوا القبر بسبب العين والعياذ بالله. طبعا هحكي لكم قصة بنت تعرضت لمس عفوا لسحر. السحر ده عملته لها واحدة قريبتها. قريبتها اللي عملت لها السحر دي كانت قريبتها وجارتها، كانت غيرانة منها لأنها كانت بنت جميلة جدا، وأخدت حاجة من هدومها وعملت لها بيها سحر. أول أذى حصل للبنت دي إن هي كانت بتشوف حاجات مش موجودة، وكانت بتشوف نار بتجري وراها. البنت دي كانت بترمي روحها من على السلم، كان بيحصل لها صرع، كانت بتهرب وتمشي من البيت ومش يعرفوا هي رايحة فين، كانت بتقطع ايديها، كانت بتشد شعرها، كانت يعني بيحصل لها حاجات والعياذ بالله. عرضوها على دكاترة مفيش فايدة، بعد كده جابوا لها شيوخ مفيش فايدة، لغاية ما في شخص هو مش شيخ لكن هو يعني عنده إيمان وتقوى ويعني وبيقرأ القرآن وبيتدبر فيه، وربنا مديله علم يعني. ربنا مديله رحمة منه فاتح عليه. فالراجل ده يعني في حالات كتير في ناس ربنا شفاها على ايده، وفعلا لما عرف راح وقرأ عليها القرآن وقال عليها أذكار وآيات، والبنت راح كل الأذى اللي كان فيها بسبب سحر واحدة قريبتها. القصة دي حصلت بالفعل. السحر مذكور في القرآن، يقال إن يوم 13/8 ده بتجدد فيه الأعمال والأسحار، فاحنا نحصن بيوتنا، نحصن أولادنا، نحصن أنفسنا بذكر الله، ذكر الله فقط. ابعدوا عن الدجالين، ابعدوا عن السحرة، ابعدوا عن البدع، متحرقوش عروسة ولا تحرقوا حاجة ولا أي حاجات من دي. ربنا موجود، كلمة من بقكم قولوا يا رب، قولوا يا رب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دي كان فيديو بتاع النهاردة إن شاء الله، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، أتمنى أن انتوا تعملوا شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.